رايحه فين؟ مش هاخدك معايا تاني بره البيت، خليكي بقى محبوسه مع كركر علشان يشدك من شعرك كل. ازيك حبيبتي؟ ايه انتي ماشيه على طول كده ولا ايه؟ لا انا اسفه بس شكلي كده جيت في عنوان غلط غير اللي كنت جايه له. ليه يا قمر انتي كنتي عايزه محل ايه؟ كنت عايزه صالون بيوتي كوين، متابعاهم على انستا من فتره والبراند بتاعهم لونه بينك، حتى اللوجو مش ده. ما هو احنا برضو صالون بيوتي كوين ده اسمنا على الانستجرام، معلش ناس كتير فعلا بتتلخبط عشان الاسم. ايوه بس صالونك اسمه لمسه جمال والوان البراند زي ما انا شايفه بلو، لكن المكان اللي انا حابه شغلهم وعارفاه لون البراند بتاعه بينك. البينك على انستا لكن البلو على تيك توك والويب سايت بتاعنا. امال بقى لو دخلتي على اليوتيوب ولقيتي اللوجو النيون جرين كنتي عملتي ايه؟ نيون جرين. المشهد اللي شفناه بالظبط ده اللي بيحصل لما يبقى عندك بيزنس من غير هويه ثابته، مره لون ومره لوجو ومره اسم مختلف، فالعميل يقف محتار هو انا بتعامل مع مين بالظبط. ومن هنا بيبدا اخطر احساس، عدم الثقه. البراندنج مش شكل حلو وخلاص، ده احساس بيتكرر عشان يتزرع في دماغ العميل، كل ما يشوفك يتاكد انك انت نفس الالوان نفس الاسلوب نفس الروح، وده اللي بنسميه الكونسيستنسي، الثبات. لما تحققه بتبني ثقه، والثقه يعني قرار شراء. فلو عايز الناس تفتكرك دايما وتختارك، خلي هويتك واضحه وثابته في كل مكان ليك او بلاتفورم على السوشيال ميديا. بهاء كرم.